خرافات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هي دي. من أصبح معافى في بدنه، صحته كويسة، آمنا في سربه، ما حدش بيهدده ولا بيخوفه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير، ويكون كده بداية يوم جديد كله بركة ورزق وصحة وسعادة على الجميع ان شاء الله. كل يوم لما تصحي تمني كده ان شاء الله النهاردة يومك كله رزق وصحة وسعادة وبركة من عند ربنا، علشان تلاقي ربنا كرمك بكل ده، ويبقى يوم سعيد عليكم جميعا ان شاء الله. جيت لكم بفيديو جديد وهنعمل فيه حاجات حلوة قوي قوي، اول مرة نعملها مع بعض على القناة. بس يالّا بقى شوفوا بقى أختكم كده أو بنتكم، أو مثلًا على حسب بقى اللي بيتفرّج عليَّ سنكم إيه، بتعمل إيه النهارده بقى، بتعمل حاجات جميلة. أول حاجة بدأناها بالفطار، عملت كده جبنة قديمة بطماطم وسلقت بيضة لنانا، وبرضه حمّرت بطاطس. ما تحمّروش بطاطس وتحطوها أبدًا على الورق، بتطرّي معاكِ البطاطس وتخلّيها كده فيها فيها زيت مش حلوة خالص. لأ، أنتِ هاتي مصفى زي كده أو شبكة وصفّي عليها بعد كده أي حاجة بتتقلي. أحلى اختراع بجد، كل الزيت بينزل وتحسّي إن الحاجة ما شاء الله محتفظة بقوامها الحلو والقرمشة وبتبقى تحفة. شايفين الكرنبة يا بنات؟ عايزة أقول لكم إن الكرنبة دي قعدت عندي في البيت حوالي 3 أيام أظنّي. جبتها خميس عملتها أظنّي الحد. مش عارفة، كنت كسلانة، كل يوم أقول هاعملها، لا، لا، لأ، طب أنا هاطلّع بانيه وأعمله، لا، لا، لأ، ده أنا هاعمل سجق ومكرونة، ما كنتش باعملها. ماما قالت لي: "هتصفَرّ منِّك اعمليها." فقُلت خلاص أنا هاتشجّع وأقوم معاكم وأعملها. وبُصّوا علشان أتشجّع عملت لي كوباية شاي كده صغيّرة، وقطعة كيك اللي كانت متبقية من الصينية اللي لسه عاملاها معاكم في الفيديو بتاع امبارح. الجاتوه شاتوه كانت تحفة، تحفة. عايزة أقول لكم كنت أنا حاطة قطعة في علبة صغيرة كده لأحمد في الفطار بتاعه وهو رايح الشغل، وهو راجع كلها، كان جعان وكلها، بيقول لي: "زينة كانت تحفة، أنتِ سايبة لي حتة؟" قُلت له: "خلصت، خلصت يا أحمد خلاص." بُص بقى الخلطة دي كانت معايا متبقية من محشي البتنجان والكوسة من الفيديو اللي فات، لو أنتم ما شفتوش الفيديو يالّا ارجعوا له. هو آخر فيديو كان نازل وهاسيبه لكم برضه في أول comment مثبت. هنا بقى الخلطة كانت معايا في التلاجة، طلّعتها بقى وحطيت لها كده قد مثلًا معلقة زيت كده وسِنّة شطة وقلّبتها. مسكت الكرنباية بتاعتي وبدأت إن أنا أشيل منها الورق. في ناس بتمسك الكرنباية كلّها مرّة واحدة تحطها في الحلة وتبدأ إن هي تشيل منها ورقة، ورقة. ما شاء الله الكرنباية عندي كانت كبيرة، فما كانش ينفع خالص إن هي تتحط في حلة. بدأت إن أنا أشيل كل الورق بتاعها، وجِبت بقى هنا المَيّة بتاعتي اللي كنت حاطاها تغلي على النار، وحطيت عليها ملح، كمون، معلقة سُكّر. مش عارفة بنحط سُكّر ليه، بس هي ماما اللي قالت لي كده. ماما قالت لي حطي ملح وكمون وسُكّر. وأول كده خلاص بدأت إن هي تغلي، بدأت إن أنا بقى أسقّط فيها الورقة ورقة، أحط كده بالكام ورقة، وأول ما أحس إن هي بدأت إن هي يعني ما بتكمّلش معاكِ، هي مجرّد دقيقة كده، وهتلاقيها بدأت إن هي تطرى شوية، ابدئي قلّبيها على الناحية التانية وطلّعيها على طول. هنا كنت جايبة معايا بقى مصفى وطبق علشان إن أنا أصفّي فيها على طول الكرنب. بُصّوا، عايزة أقول لكم إن أنا باعمل كل أكلي، لكن المحشي بالذات من أول جوازي وأنا متعودة بالذات الكرنب، يعني كنت ممكن مثلًا أعمل لوحدي في البيت بتنجان، كوسة، فلفل، ورق عنب، الحاجات دي، لكن الكرنب الحاجة الوحيدة اللي كنت دايمًا أعمله عند ماما وأجيبه معايا جاهز، أو حتى مثلًا يعني ماما تسلق لي الكرنب وآخدها في كيس كده، وآجي هنا بقى البيت أبقى أحشيها مثلًا لو أنا أعملها تاني يوم أو تالت يوم أو كده. لكن إن أنا أجيب كرنباية بحالها وأنا اللي أنضّفها وأنا اللي أسلقها وألفّها لوحدي في البيت، دي كانت أول مرّة. فأنا حاسة كده إن أنا بقى لي يا بنات أسبوعين متشجّعة على المطبخ وباكل كمية أكل. بجد امبارح كنت خلاص كَلنا، اتغدّينا، كنت باعمل مكرونة بشاميل، وبعد ما كَلنا بعديها مثلًا نُص ساعة كده كنت عملت رُز بلبن فرن، طلّعت لي طبق وكَلته. بعديها جانا كانت متبقية معلقة من الطبق المكرونة بتاعها، وأنا دخلت المطبخ فقُلت إيه، المكرونة دي هتنشف، وكمان دي معلقة مش هاحطها في التلاجة يعني مش هاسخّنها تاني يوم، أنا هاكلها بالمرّة. أحمد سمعني باكل تاني، راح قال لي: "بتاكلي إيه تاني؟" مش عارفة هنوديكِ فين كده، بجد اتخنت جدًا، وغير كده كمان باكل أكل
يعني مش عارفة في إيه، ممكن عشان الشتا؟ فأنا عايزاكم تنصحوني علشان بجد مش زي شكلي زمان. أنا شكلي زمان كنت رفنوعة كده، ودلوقتي لأ خالص. لأ بس الجسم الرفيع أحلى بكتير، بكتير، بكتير. بُصّوا هنا بقى بعد ما الكرنباية كلّها اتسلقت، ما تحطّيش الكرنباية كلّها على بعض، علشان البخار والسخونية اللي هي كانت فيها لو حطيتيها كلّها على بعض هتطرى معاكِ أوي، والورقة معاكِ ما تعرفيش تقسّميها حلو وتبقى هتتهري معاكِ. لأ أنا كنت باهويها على 3 صواني من اللي أنا وريتها لكم دول، وبدأت إن أنا أعمل إيه بقى، إن أنا أمسك ورقتين 3، أروّق الورق كده وإن أنا أنا باحب أعمل كده. ماما عكس، يعني ماما تمسك مثلًا فرع، فرع تقطع منه العرش وتسوي الورق بتاعها وتلِف على طول. أنا لأ، بُصّوا ضبّطت كل الورق الأول، الكرنباية كلّها وحطيتها في صينية وبدأت إن أنا ألِف على طول. أنتم بقى بتعملوا إيه؟ بت ورقة، ورقة كده تلفّوها وتخلّصوا، والّا بتروّقوا اسمها إيه؟ بتروّقوا الكرنباية والّا بتسووا الورق بتاعها كلّه مرّة واحدة؟ بس دي كانت حاجة حلوة، يعني إن أنتِ تخلّصي الكرنباية كلّها، يعني تنضّفيها كده من العروش بتاعتها، من مثلًا ورق مهري من الحاجات دي، وتبدئي إنِّك تلفّي مرّة واحدة، حسّيت إن ده أنجز معايا كتير. وعلى فكرة الوقت ده حلو إنِّك تفرّزي كرنب، يعني حتى لو أنتِ مثلًا يعني الفريزر عندِك صغير وما عندكيش deep freezer، هاتي كرنباية واحدة مثلًا، هتفيدِك أوي لو عملتيها أول يومين في رمضان. يعني بالذات إن الأكلة الرسمية لأول الناس في رمضان أول يوم هي الكرنب، المحشي، محشي وفراخ، ده أول يوم أساسي، تحسّي إن الناس كلّها لازم تعمل محشي وفراخ أول يوم رمضان. بُصّوا، هنا خلاص بقى كل الورق كانت اتنضّف وقطّعته للكرنباية وحطيتها في صينية واحدة، وده الحاجات اللي طلعت اللي هي مثلًا العروش، ورقة في الآخر المهرية، حاجة مصفرة، الحاجات دي. بدأت هنا بقى أحشي المحشي، بس لازم الحلة اللي أنتِ هتلفّي فيها المحشي تحطّي من القعر بتاعها العروش اللي أنتِ طلّعتيها من الورق الكرنب ده حطّيه فيها. وفي ناس مثلًا بتقطّع بصلاية حلقات وطماطماية، أنا لأ حرام، يعني هاقطّع بصلاية وطماطماية وهيترموا، فلأ، عروش الكرنب دي باخدها واحطّها تحت في قعر الحلة، وابدأ بقى إن أنا ألِف ورق الكرنب. بعد أمّا هابدأ ألِف وأخلّصه كلّه، نحطّه على النار بقى ونضبّط الدنيا. عايزة أقول لكم في الآخر لمّا استوى أنا كنت خايفة، خايفة مثلًا يكون الملح بتاعه مش مضبوط، التوابل بتاعته عشان ما كتّرتهاش أوي علشان جَنَى، وبرضه ما خليتهوش مشطشط أوي علشان جَنَى، وأحلى حاجة أصلًا في المحشي إن هو يكون مشطشط سِنّة، بس أنا ما خليتهوش مشطشط علشان جَنَى، فكنت خايفة إن ما يكونش حلو أوي كده، ما يكونش المحشي بتاع ماما اللي بنحبه. فلأ، عايزة أقول لكم كان جميل، كنت فرحانة، كنت عمّالة ألِف في الصالة وأقول لأحمد خلاص دينا هتفتح محل في الشيخ زايد، بما إن كل الناس دلوقتي بتفتح مطاعم في الشيخ زايد، قُلت له دينا هتفتح مطعم في الشيخ زايد بقى وخلاص بقى وهتيجوا تاكلوا من عندي، علشان حلة كرنب يعني، حسيت إن أنا خلاص قدّها. بُصّوا هنا بقى ده كان باقي الكرنب، صفيته من المَيّة كويس، وبدأت إن أحطه بنفس الرصة بتاعته في كيس تلاجة، وخرّجتِ الهوا منه، وبعد كده باحطه في الفريزر، تمام. بُصّوا هنا بقى خلاص علشان المحشي بتاعِك لمّا يستوي ما تحسيش إن الرزاية بيضة كده وعايزاه يبقى محمر، حطي معلقة من التسبيكة بتاعة المحشي اللي أنتِ كنتِ عاملاها في الشوربة. لو خلصت وأنتِ ما عملتيش حسابِك معلقة للشوربة، معلقة صلصة، تمام، حطيها في الشوربة بتحمّر لون المحشي أوي وتخلّيه كده حلو. وطبعًا لازم تحطي في الآخر على وش الحلة كده حطي مثلًا معلقتين زيت أو قطعة من الزبدة، بتخلّي معاكِ المحشي بيلمع ومفلفل. هنا بقى إيه، نلم المواعين عشان كنت حاسة في اليوم ده مش عارفة أطلع من المطبخ. فطرت، بعد كده بدأت بالكرنب، بعد كده بدأت أحشيه، بعد كده بدأت بالمواعين، بعد كده يالّا نجهّز الغدا. في إيه يا جدعان، في إيه؟ طلعوني من المطبخ. بدأت بقى هنا أغسل المواعين بتاعتي، وإحنا بنغسل المواعين كده قولوا لي، اكتبوا لي تعليقات حلوة علشان الفيديوهات الجاية إن شاء الله نتكلم فيها، حتى لو أسئلة، حتى لو موقف حصل معاكِ وعايزة إن إحنا نتكلم فيه في الفيديوهات الجاية، اكتبوا لي، يعني عارفين اللي هي دردشة المتابعين، عايزين نعمل دردشة المتابعين ده بيبقى حلو أوي، يعني مثلًا نتكلم على حاجة حصلت معاكِ وأنتِ عديتيها بموقف أنتِ عملتيه، اكتبي لنا في التعليقات عشان نتكلم عنه. أو لو في برضه أسئلة عايزة تسأليها لنا ونشوف برضه المتابعين هيردوا عليكِ وهارُد أنا كمان عليكِ ونقول إيه برضه،
يعني اكتبي لي في التعليقات وإن شاء الله أنا ما باسيبش تعليق والله يا جماعة. أنا الحمد لله قناتي لسه مش مليونية يعني، فلأ باشوف الكومنتات وأقراها وبارُد عليكم، وبالعكس بافرح جدًا بكل كومنت بيتكتب لي، وكل اشتراك جديد في القناة. فيا رب كده يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، وتشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد، وتكونوا علّقتوا على الفيديو ده. كنت سألتكم سؤال الفيديو اللي فات، باقول لكم إن أنا عندي السجاد متبهدل خالص، وإن شاء الله أنا هاعمل تنضيفات رمضان هتبقى قوية شوية، علشان أنا مش عايزة في العيد أتبهدل أوي. ليه؟ لإني على فكرة اللي بيبقى معاهم أطفال صغيرين بيبقى الموضوع معاهم في تنضيفات العيد كبير شوية. ما بتعرفيش تغسلي السجاد منهم، ما بتعرفيش تعملي النيش، بتبقي خايفة إن الحاجة تتكسر، بتستني وقت ما بيكونوا نايمين. برضه السجاد عشان إحنا في برد فمش هينفع إن هُم يلعبوا في المَيّة والكلام ده، فبرضه أستنى وهي نايمة. فكنت باتعب أوي في تنضيفات العيد السنة اللي فاتت واللي قبلها. فأنا قررت إن شاء الله يعني بإذن الله أعمل إيه، إن أنا أخلّص حاجات كتير في رمضان، يعني قبل رمضان في تنضيفات رمضان أخلّصها، وآجي على العيد مش هاعملها تاني. تمام، فإن شاء الله لو أنتم عايزين برضه زيي تعملوا تنضيفات قوية وتيجوا قبل العيد، يا دوبك هنعمل حاجات بسيطة أوي في يومين نكون خلصنا الشقة، فإن شاء الله برضه اشتركوا في القناة علشان تشوفوها الفترة الجاية. فكنت سألتكم بقى إن أنا السجاد عندي متبهدل أوي ومش عارفة أغسله مع تنضيفات رمضان وأفرشه على أول يعني قبل رمضان بيوم مثلًا مع فرش رمضان، يعني أنا ما عنديش بديل سجاد، فيعني أنا باسألكم علشان اللي أنا هاغسله ده هارجع أحطه وفي نفس الوقت هيبقى هو سجاد العيد، فاهمين؟ والّا أسيبه يعني أخلّص التنضيفات بتاعة رمضان كلّها وما اغسلش السجاد وآجي على العيد إن شاء الله أبقى أغسله. فأنتم قُلتوا لي لأ، خلّيها أحسن، في أكتر من حد قُلتوا لي لأ خلّيها أحسن على العيد علشان تحسّي بزهوة نضافة السجاد على العيد وكده، وفي برضه أكتر من حد قالوا لي لأ خلّيها على رمضان أحسن وعلى العيد، أو مثلًا أبقى أفرش البديل أو مثلًا أبقى أعمله تنضيف جاف. بس أنا ما عنديش يعني بديل سجاد أو كغيار تاني لسه ما عنديش. فمثلًا قُلت إيه، لأ خلاص أنا رأي جيجي بقى حبيبتي كتبت لي تعليق برضه، ورأيي فعلًا من رأيها، واللي هو إن أنا لأ، لو أنا عملت تنضيفات قوية لرمضان وجيت أفرش ورجعت فرشت السجاد وهو مش نضيف علشان مثلًا أسيبه أغسله على العيد، مش هاحس بزهوة التنضيف اللي أنا عملته، تمام؟ فأنا لو غسلته بالعكس وفرشته نضيف قبل رمضان، هاحس بقى بإن فعلًا إن أنا تعبت في الشقة والشقة كلها نضيفة والسجاد نضيف، وفي نفس الوقت أنا إن شاء الله هاحافظ عليه. و وفي حاجة اللي هي حركة التنضيف الجاف ده برضه بترجّع له اللمعة تاني والزهوة بتاعته تاني. تمام، فإن شاء الله هنعمل مع بعض تنظيفات قوية قبل رمضان، فأنتم اشتركوا في القناة علشان تشجعوني وفي نفس الوقت تشوفوها. بُصّوا هنا بقى بعد ما خلّصت كل المواعين بتاعة الأكل، أنا باحب لمّا أخلّص الأكل وأسيبه بقى يستوي على النار كده، في الوقت ده ألِم المطبخ، ألمّع الرخامة مثلًا، أغسل مواعين، أكنس المطبخ، أشوف إيه اللي المطبخ محتاجه وأعمله علشان يعني أول ما الأكل يجهز ناكل، ولو هارجع بس أغسل الأطباق مكان صينية الأكل مش أكتر، لكن ما يبقاش عندي كُم مواعين كتير. وده من أكتر الحاجات لو أنتِ عملتيها في مطبخِك مش هتحسي إن هو كل يوم مكركب أو كل يوم مليان مواعين، ما دام بتغسلي المواعين أول بأول. وبرضه أنا قُلت لكم إن الأيام دي بُصّوا بنعمل وخلاص، يعني ما غسلتش الرخامة لأ لمّعتها بس، ما غسلتش السيراميك اللي حوالين المطبخ، علشان إحنا الأيام دي ممشيين بعضنا كده، علشان مستنيين الأيام تعدّي ونعمل التنضيفات بتاعة قبل رمضان إن شاء الله. طمنوني عليكم، أنتم عاملين إيه؟ يا رب جميعًا تكونوا بخير، ويا رب يكون الفيديو عاجبكم، وأشوفكم بتعملوا لي تعليقات حلوة. بُصّوا هنا الاستفندي بقى لو أنتِ بتجيبيه وبتحسي إن هو كُلّه تراب من برّه أو متحفّر في المسام بتاعته كُلّها تراب، وفي الغسيل لمّا بتغسليه ما بينوّرش كده معاكِ. وعايزة أقول لِك من أهم الحاجات اللي لازم الفاكهة وأنتِ بتغسليها لازم تتغسل كويس، مجرّد ما بنمسكها وناكلها ولو هي من برّه مش نضيفة، إيدينا خلاص بيبقى خدت من التراب أو الطينة اللي على الفاكهة، نيجي بعد كده نقشّرها، بنمسك بيها برضه الحاجة اللي بناكلها، فأنتِ ممكن كده أطفالِك ييجي لهم نزلة معوية، ممكن لا قدّر الله يكون في الأكل ده كان فيه ميكروب أو فيه دبّان كان واقف عليه، فأنتِ لازم تغسلي الفاكهة أو الخضار كويس جدًا. هنا بقى نرجع بقى لإيه، للموضوع المسام اللي بتبقى في البرتقان أو الاستفندي اللي بيبقى كلّها تراب وطينة، هاتي فرشة الخضار بتاعتِك ونضّفيه بيها. هتقولي ليه ما هو بيتقشّر وبناكله، ما يا جماعة والله المسام دي فيها تراب وطينة، هنيجي نمسكها بإيدينا هتبقى إيدينا فيها برضه تراب،
هناكل بيها ونقشر وناكل بيها الاستفندي، يبقى كده الاستفندي من جوه ما بقاش نضيف، لان ايدك ما بقتش نضيفه. غير بقى لو انت هتقشري الاستفندي وتغسلي ايدك وترجعي تاكليه. بصوا بقى، بصوا جمال الكرومب لما استوى. يلا يا بنات قوموا، مستنيين ايه؟ قوموا اعملوا حلة كرومب كده تدفيكوا وتاكلوها. وكده كنت خلاص هنروح ناكل. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جاي جديد. شكرا ليكم وشكرا للمتابعة. باي باي.